اتفضل. ومعانا حاصد البطولات الذي لا يشبع ولا يكل ولا يمل في مطاردته للبطولات وحصوله عليها، الكابتن هلال الزهراني رئيس أكاديمية هلال الزهراني. كابتن هلال، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا حبيبي، وسعيد باستضافتكم حبيبي، وشكرا على المقدمة الجميلة. لا أنتوا تستحقوا أكتر من كده. كلمونا عن بطولة مواهب العرب. أول شيء أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة بطولة مواهب العرب راح تكون حديث العرب بأكمله بإذن واحد أحد. راح يكون فيها أكاديميات وأندية مشاركة من العرب من دول الخليج، وراح يكون فيها تنافس قوي. حقيقة أشكر المستشار عيد البحيري على هذه الفكرة الرائعة، وحنا أول الداعمين له من جميع النواحي بإذن الله تعالى. مش مجرد فكرة، ده كمان هو على مستوى التنظيم وكمان والإدارة، وبيدقق على كل كبيرة وصغيرة، ما بيسيبش في التفاصيل خالص. والله شوف، الكابتن عيد يعني ما يقصر صراحة بكل أمانة، يعني عنده ينظم بطولة عالمية وليس عربية. الإمكانيات موجودة، الأفكار موجودة، الشباب المتواجدين معاه في الشركة متواجدين، خبرة وتغطية إعلامية ممتازة جدا بدون مجاملة، واتمنى لهم التوفيق صراحه ان شاء الله. انا اضم صوت لصوت حضرتك ان هو فعلا بيختار الكوادر العامله معه بعنايه، وده سر من اسرار نجاحه. كلمونا عن هلال الزهراني ومشاركته في بطوله مواهب. والله باذن الله احنا مشاركين ومساعدين ومنظمين مع الكابتن عيد، وحنا ان شاء الله راح تكون البطوله مثل ما ذكرت انها راح تكون الاولى في مستوى العالم العربي بكل أمانة، ونتمنى النجاح. وطبعا أنا راح أشارك، ما تقوليش هتحصل على البطولة. ما هو مجرد مشاركة، أنا راح أخذها بإذن الله قبل البطولة، وأنت راح تشهد على كلامي هذا. وأنا دائم إذا شاركت البطولة لابد يكون لي نصيب فيها بكل أمانة. شايف إن ده استفزاز وتحدي لكل العناصر المشاركة معنا في البطولة. حضرتك خلاص بتأكد الكلام؟ أنا واثق إن شاء الله، واثق تمام الثقة بمشيئة الله تعالى. ما راح تكون مجرد، راح يكون أول طرف في النهائي أكاديمية هلال الزهراني بإذن الله. ربنا يبارك الخطة إن شاء الله. كابتن هلال الزهراني نشكرك شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، وأشكرك على الاستضافة مرة ثانية.